السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء متابعين الكرام، ورجعت لكم فيديو جديد وكل عام وأنتم بخير. وبنتكلم النهاردة يا جماعة عن زكاة الفطر وكيفية إخراجها، وإزاي اللي أنا يعني لو واحد اللي أنا فقير، أقدر إن أنا أخرج زكاة الفطر من غير ما أثقل على نفسي، ومن غير ما أتوه نفسي في أي حاجة أو في أي حوارات. طيب، أول حاجة يا جماعة، زكاة الفطر الأصل فيها الوجوب كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل رجل وأنثى، على العبد والحر، على الصغير والكبير، بل أن العلماء أجازوا أن يخرج الرجل على الجنين في بطن أمه، أنه يخرج عليه أيضا زكاة الفطر. زكاة الفطر يا جماعة الأصل فيها الوجوب، يعني هي مش سنة أو اللي أنا ليا الخيار اللي أنا أو مستحبة. زكاة الفطر الأصل فيها الوجوب. زكاة الفطر يا جماعة يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، أي أنها تخرج في يوم الوقفة. يبقى زكاة الفطر آخر ميعاد ليها أنها تخرج يوم الوقفة. ما ينفعش ان انا اخرجها في اول يوم العيد، لان العلماء قالوا ان يفضل ان تخرج زكاة الفطر قبل ان يخرج المسلمون الى صلاة العيد. طيب، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير. والصاع يا جماعة كان مقدار للقياس زمان في الشريعة الإسلامية، وهو يقاس بأربع مدد. والمد هو كفي، هو انت تحط ايديك الاتنين جنب بعض كده، يبقى المد اللي هو تحط ايه، هو كفي الرجل المعتدل بجانب بعضهما. يبقى تحط كفينك الاتنين جنب بعض، ده بيساوي المد. طب الصاع بيساوي ايه؟ بيساوي 2.4 كيلو جرام. بيساوي 2.4 كيلو جرام. طيب، انا قيسها ازاي؟ العلماء يا جماعه عملوا جدول للحبوب. طبعا بتختلف الحبوب لان اوزانها مختلفه، يعني مش معقوله ان انا اجيب الرز زي الدقيق، زي الشعير، زي الزبيب، زي التمر. فكل حاجه برضو ايضا العدس، كل حاجة ليها مقدار معين. العلماء عاملين جدول ليه موجود على صفحات الانترنت، تقدر اللي انت ايه اللي انت تجيبه وتسترشد بيه. برضو عايزين نقول يا جماعة ان زكاة الفطر يجوز ان هي تخرج نقود. سيبك من اي حد بيقول لك ما ينفعش او الكلام ده كله، لا، زكاة الفطر يا جماعة يجوز ان هي تخرج نقود، لكن بشرط واحد، اللي انت تخرجها نقود لمن يؤتمن ان يحولها الى حبوب. يعني في جمعيات وفي مساجد بتقول يا جماعه احنا بناخد زكاه الفطر فلوس ونشتري احنا بدلا عنك حبوب، لان في ناس بتبقى يعني ربنا يكون في عونها، اعانهم الله، شغال مش فاضي، عنده اي شغل مشاغل الدنيا، يعني رزقنا الله اياكم من خير الدنيا والاخره، ان هو يبقى مش قادر ان هو يروح يجيب حبوب او الكلام ده كله، او رجل كبير في السن، او امراه كبيره في السن ما تقدرش ان هي تروح تشيل حبوب او الكلام ده كله، او رب اسره عددها كبير. فطبعا بالنسبه لزكاه الفطر هتبقى بالنسبه له حاجه كبيره، فمش هينفع ان هو يقدر ان هو يعني يشتري حبوب او الكلام ده كله. فيجوز في هذه الحاله ان هو يخرجها لاهل الثقه، ان هم يؤتمن ان هم ياخدوا الفلوس يحولوها لحبوب. طيب، بالنسبه لزكاه الفطر يا جماعه بتخرج على مين؟ يعني احنا بنخرج زكاه الفطر على مين؟ زكاه الفطر هي بالظبط زي بتصرف او بتنفق على نفس الجهات اللي بتخرج بتوزع عليها زكاه المال، اللي هي الفقراء والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب وفي السبيل والكلام ده كله. نفس سواء الفقراء والمساكين، كل نفس الجهات اللي بيوزع عليها زكاة المال يوزع عليها أيضا زكاة الفطر. طيب، بنتكلم برضو يا جماعة ان زكاة الفطر لو انت عايز تخرج دلوقتي زكاة الفطر، قلنا زكاة الفطر تخرج على الذي يجد قوت يومه. يعني اللي يجد قوت يومه ان هو عنده اكل في التلاجة يقدر ان هو ياكله. قوت يومه يعني عنده اكل في التلاجة يقدر ياكله. ايه الاكل اللي في التلاجة؟ زمان كانوا بياكلوا ايه؟ زمان كانوا بياكلوا شوية تمر، شوية ملح وخل، شوية عيش. طبعا ما فيش حد ما عندوش الكلام ده. اذا زكاة الفطر كده على مين؟ على عامة الناس، لان ما فيش حد لا يجد قوت يومه. انا بتكلم على الفقير الذي لا يجد قوت يومه، هو دوت من تسقط عنه زكاة الفطر. طيب، بالنسبة لزكاة الفطر، الناس اللي هي بتقول عايزين، لو انا عايز، انا واحد يعني على باب الله، وعايز عندي ظروف وعايز اخرج زكاة الفطر، انا بقول لك ما تسكرش على نفسك. تقدر ان انت تخرج زكاة الفطر دقيق. والشائع يا جماعة ان هي بتخرج 2.5 كيلو دقيق للفرد. 2.5 كيلو دقيق للفرد، بتضرب 2.5 في عدد الافراد. يعني لو انت مثلا اسرة مكونة من 4 افراد، اب وام وطفلين، يبقى تقدر تضرب 2.5 في 4 بيطلع لك 10 كيلو. يعني باكيت الدقيق، تقدر تشتري باكيتة الدقيق سعرها في السوق من 180 ل 200 جنيه. سعر باكيتة الدقيق يا جماعة في السوق من 180 ل 200 جنيه. لكن تخلي بالك وانت بتشتري كيس الدقيق ان يكون مكتوب عليه كيلو
1 كيلو جرام صحيح، لان في باكيتات بتبقى اقل من كيلو، فهنا الموضوع هيختلف معاك وهتخش في موضوع متاهات مقادير انت مش هتقدر تحسبها. فتجيب الباكيته اللي مكتوب على كل كيس 1 كيلو دقيق، وتقدر ان انت تخرج الباكيته كلها للجمعيات، او انت تجيب الباكيته وتروح للناس اللي انت عارفها فقراء ومساكين او محتاجين او الكلام ده كله، وانت تحط لكل واحد كيس دقيق، وان شاء الله ربنا يجزئك باخراج زكاه الفطر، وما تسكنش على نفسك. ويا ريت الناس اللي هي ما عندهاش علم في الدين ما تفتيش او ما تسمعش كلام اي حد بيقول لك حوارات او الكلام ده كله، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكل عام وانتم بخير. نسالكم يا جماعه الشير واللايك عشان توصل الفيديوهات لاوسع نطاق، واشوفكم دايما بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.